يا رب تكونوا بخير يا شباب، ويكون الصوت مظبوط. عاملين ايه؟ مية مية. بصراحة قلت اسيبكم لحد ما ايه، ما الناس كلها تروح من الشغل. ناس كتيرة جدا كلمتني قالت لي يا كوتش انا اللايف اللي فات ما بلحقش احضره، وانا ببقى عايز اتكلم معاك لايف كده. فانا اتشرفت جدا بيكم يا شباب. سريعا كده هبدا اعرف نفسي، لان في ناس كتيرة اكيد جداد عندي على الصفحة ما يعرفونيش. انا محمد خلاف، دكتور اسنان، خريج جامعة 6 اكتوبر، دفعة 2020. الحمد لله. اتخرجت من كليتي من هنا، استنيت ان انا شهادتي تعمل لي كل ما اتخيل. استنيت الوظيفة اللي بمرتب خيالي جدا. استنيت ان انا ادخل بقى اللي هو المنطقة بقى بتاعت العيشة السهلة، والدنيا هتبدأ اللي هو اتعب في الكلية وبعد كده كل حاجة هتبقى زي الفل. اكتشفت ان كل ده ايه؟ في الهجس. عاملين ايه الاول؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا بدأت البيزنس ده الحمد لله من سنتين تقريبا. السنتين دول حرفيا يفكوا من الطريقه الطبيعيه او من حياتي قبل كده 20 سنه. يعني السنتين اللي انا عشتهم في البيزنس دول علموني عن الدنيا وادوني خبره وساعدوني اوصل لانجازات محتاجه بالفعل 20 سنه تقريبا عشان اقدر اوصل للي انا وصلت له ده، او اتعلم ربع اللي انا اتعلمته ده. تمام. فدي بمنتهى البساطه اهم خطوه خدتها في حياتي. آه الله اعلم بجد يعني بالايام اللي جايه، بس ما اعتقدش ان في فرص تانية هتيجي لاي شخص في حياتي. يعني انا ما شفتش حد جات له فرصه على قد ما فيجور غيرت في حياتي وحياه ناس كتير. تمام. فيجور، للناس اللي ما تعرفش سريعا، شركه مصريه مصريه مصريه، يعني افتخر. يعني بجد بجد والله بجد، يعني شرف لينا بجد ان احنا موجودين في كيان زي ده. مؤسسها كوتش محمد حسن، شاب مصري زيه وزيك. جات له فكره ان هو يبدا بشغل او يبدا بزنس بفكر غير تقليدي او فكر بره الصندوق، لان اللي جوه الصندوق كلنا عارفينه وما وصلناش قبل كده لاي حاجه. تمام. سواء وظيفه او مشروع. يعني الوظيفه طبعا كلنا عارفين طبعا ان النهارده اللي بيقبض 5000 جنيه طلعان عينه. زمان كان اللي بيعمل 5000 جنيه في الشهر ده برنس. يعني ده كان برنس، زمان كنت ببص له بص تعظيم سلام، صح؟ دلوقتي ال 5000 جنيه في الشهر، حرفيا في شباب بتقول لي يا كوتش انا لا متجوز ولا عندي بيت ولا عندي عيال، وال 5000 جنيه مش مكفيني. امال هيكفوني امتى؟ امال لما اتجوز ويبقى عندي عيال هعمل ايه؟ هي دي للاسف بسبب طبعا ارتفاع الاسعار، وبسبب طبعا الظروف الاقتصاديه اللي بتمر بيها البلد. وطبعا ده مش معناه ان احنا واعيين، احنا الحمد لله البلد دي فيها فلوس كتيره جدا، بس انت لما اتعلمتش ازاي بجد تعمل فلوس محترمه. تمام. طيب. فكره فيجور سريعا عشان انا مش جاي ادي تفاصيل، انا جاي بس اتكلم في نقطه مهمه جدا. الفاليو اوف فيجور او قيمه فيجور بالنسبه لي مش بس ان هي مشروع لا يقارن باي مشروع تاني، او ان هو مكان مش بس بيعمل لك فلوس او بيساعدك انك توصل لارقام محترمه جدا، لان انت مهما عملت في اي مكان تاني اخرك طلعت نزلت رحت جيت يمين شمال، اخرك شغل دراعك. تمام. في فيجور لا، انت مش بتقبض على شغل ايدك، انت بتقبض على شغلك وشغل الناس اللي انت بتعلمهم. عشان كده انت بتلاقي نفسك في فيجور لازم لازم تعلم الناس اللي معاك كلها. طب انا ما عنديش المهاره دي، انا هعلمك تعلمهم. واصله؟ فمش انت بس اللي بتتطور، كل الناس اللي حواليك، كل الناس اللي تعرفك بيحصل لهم نمو شخصي، بيحصل لهم ان هم نفسهم بيبداوا يتطوروا، بيبداوا يتغيروا. فاهمني؟ عادات وسلوكيات كتيره جدا عند هذا الشخص كانت لا تؤدي ان الشخص ده ينجح او ان الشخص ده يعمل فلوس او ان الشخص ده ربنا يكرمه، بتلاقي الشخص ده واحده واحده لمجرد ان هو يعرفك بقى بني ادم تاني خالص. تمام. فلو اتكلمنا من الزاويه دي مش هنخلص. تمام. لكن سريعا اللي انا عايز اتكلم عنه طبعا للناس طبعا اللي لسه مش ملمه بالدنيا. فيجور كان مصري على ارض الواقع من 2014. من 2014 يعني ان شاء الله كلها ايام ونحتفل بالسنه التاسعه لينا، يبقى بدانا السنه التاسعه لينا بالفعل. بدانا البيزنس ده بشويه خصومات. يعني ما كانش عندنا منتج، ما كانش فيه منتج احنا المصنع الحصري ليه، او ما كانش فيه براند معين احنا المؤسسين للبراند ده. كنا مجرد بس بنشتغل على خصومات. بعد كده ربنا كرمنا وعملنا اول شركه، شركه فيجور اكاديمي اللي هي متخصصه في الكورسات الاونلاين. شركه محترمه جدا جدا جدا، فيها دكاتره من اكبر دكاتره الماركتنج عموما ودكاتره التنميه والتسويق والمبيعات. انا نفسي
استفدت جدا من الناس دي. لحد النهارده بيجي لي شغل في عيادات كبيره جدا في البلد كدكتور اسنان طبعا. لان زي ما دايما بقول، انا مش بالنسبه له مش دكتور. لو على الدكاتره، الدكاتره مرميين يعني زي ما بيقولوا كده، ايه، الدكاتره على قفا من يشيل. لكن هو بالنسبه له انا مش مجرد دكتور، انا دكتور وفاهم في التسويق، او فاهم ازاي اعمل انكم، او ازاي اعمل دخل كويس جدا للعياده. تمام. بعد كده ربنا كرمنا، الشركه دي بقت طبعا بدانا ننتج اول لاين انتاج لينا ملابس كاجوال، اللي هي شركه دوكس المتخصصه في الملابس الكاجوال رجالي وحريمي، وكان في زمان اطفال، وطبعا بنطور خط الاطفال. بقى عندنا بدل MHA، البراند الثالث لينا، وده اللي قفلنا بيه سنه 2020 تقريبا، او بدانا بيه سنه 2021. تمام. بعد كده بقى عندنا براند فيبا الكترونكس، ده متخصص في الاكسسوارات الموبايل والكابلات الباور بانك الايردوتس. بجد حرفيا قصه نجاح وقصه تطور مرعبه، بجد مرعبه. يعني انا لما باجي اتخيل ان احنا بقالنا 8 سنين نطينا فجاه من شركه ما كانش عندنا خصومات غير خصومات، او عندنا شويه حاجات بسيطه جدا بنقدر نستغلها، دلوقتي بقى عندنا الحمد لله 4 براندات، والخامس كمان جاي في السكه. فعلا فعلا بفتخر ان انا موجود في المكان ده. على مستوى التعليم مش هتكلم، يعني مش هتكلم معاك في الجزئيه دي كتير. لو انت بتتابعني من زمان فانت اكيد واخد بالك طبعا فرق كبير جدا، سواء في مستواي انا الشخصي في الشغل، او طبعا في مستوى الناس اللي بدات معايا. تمام. فيجور بمنتهى البساطه بتخلي حاجات، ودي للاسف يعني حزن، يعني اللي انا هقوله ده بجد بجد هو حاجه تحزن. انا فعلا عنوان اللايف انا اعنيه بالكلمه. انت عزيزي المستمع، انت بتضيع كميه فلوس مش منطقيه كل يوم، وبجد مش بهزر معاك. فعلا احنا بقالنا سنين بنضيع كميه فلوس ملهاش اول من اخر. تعال بص ناخدها من الاول. تمام. فيجور فكره مشروع قايمه على مبدا المبادره. يعني ايه مبدا المبادره؟ يعني انت مقابل حاجه انت بتعملها في حياتك بشكل عادي جدا، هتيجي تعملها من خلالي، وهدي لك ميزه عمرك في حياتك ما كنت هتحصل على الميزه دي من بره. تمام. ايه الحاجه اللي انت بتعملها، وايه الحاجه اللي انت هتحصل عليها؟ الهدوم، الملابس الشخصيه بتاعتي انا وانت. تمام. طول عمرنا بنشتري ملابس، صح؟ طول عمرنا بندفع على الهدوم في السنه بالرقم الفلاني، صح؟ عمرك شفت حد عمل فلوس من هدوم جابها؟ يعني مش خدها تاجر فيها، هو اشترى المنتج، والمنتج ده اتحول لراس مال مشروعه. تاني، انا النهارده لو انا عايز افتح مشروع، لو انا عايز افتح عياده، تمام، بروح اجيب شويه فلوس كده، لا هي شويه فلوس كده، تمام، وابدا اظبط ان انا افتح عياده، واشوف تكلفه العياده كام، صرفت الرقم ده خلاص، جبت الحاجات اللي انا عايز اعملها، فتحت العياده، هستنى سنتين ثلاثه عشان اجيب راس مالي. نفس الكلام، فتحت كافيه بجيب برضو فلوس قد كده برضو، تمام، واروح استغليت جبت بقى الديكور وظبطت وشطبت وعملت الكهرباء وظبطت الناس اللي هتشتغل معايا 100 100. تمام. هاجي بعد كده اشتغل سنتين ثلاثه عشان بس الم راس مالي. مش ده اللي معروف في اي مكان في الدنيا؟ في اي مشروع في الدنيا هتفتحه في حياتك هتلاقي كده، صح؟ فيجور قالت لك لا فكك، انا عندي المشروع اللي انت بتدور عليه، اللي هو المتجر الالكتروني. واحده واحده. المتجر الالكتروني ده مهم بالنسبه لي كشاب في ايه؟ النهارده التجاره الالكترونيه هي التجاره رقم واحد على مستوى العالم. يعني اكتر ناس بتعمل فلوس هم الناس اللي شغاله اونلاين النهارده. عندك شك في ده؟ كل حاجه حوالينا النهارده بقت اونلاين، صح؟ اغنى 10 افراد في العالم مش بينزلوا بيتعبوا ربع التعب اللي انا وانت بنتعبه. انت فاهمني؟ اغنى 10 افراد في العالم بينزلوا من بيتهم يتابعوا شغلهم بمنتهى البساطه، شغله على تليفونه. لا مضطر ينزل لا في عز البرد، ولا مضطر يتحرك في عز الحر، ولا يبقى في حظر يعطل له مشروعه. مفيش الكلام ده. واصله؟ الشغل الاونلاين تقدر تشتغله من اي مكان في الدنيا. تمام. انا النهارده عندي المتجر الالكتروني اللي انت هتتمناه هتلاقيه. يعني انت النهارده قررت انك تفتح متجر الكتروني، اتمنى اتمنى محتاج المتجر الالكتروني ده يكون فيه ايه؟ محتاج براندات، عندك بدل البراند 5، وكل براند فيهم ليه خط انتاج بالكامل. يعني كل براند فيهم ليه منتج خاص بيه، المنتج ده
بيتصنع وبيطلع للعميل بدون تدخل منك. المنتج ده موجود في مخازن مش ببلاش. تمام، المخازن موجوده عندنا وما بندفعش فيها ولا مليم. تمام. عندك علامه تجاريه مسجله، مش علامه واحده تجاريه مسجله، انت عندك 5 علامات تجاريه مسجله، يعني تسجيل واعتماد واوراق قانونيه موجود. تمام. مقر شركه، عندك النهارده مكتب اداري في التجمع الخامس شارع 90. عندك اكبر مقر لينا ان شاء الله هيبقى في العاصمه الاداريه الجديده في اويا تاورز. الجزء اللي بعد كده خدمه العملاء. يا راجل انت النهارده لو هتفتح مشروع وهتيجي تعمل متجر الكتروني، انت لو هتشغل معاك لبند خدمه العملاء فقط 10 افراد، يعني انت النهارده فاتح مشروع عايز تبيع فيه منتجات اونلاين تغطي 28 محافظه في مصر. انت لو معاك 10 افراد بيشتغلوا معاك لبند خدمه العملاء فقط، بتقبض ال 10 افراد دول كل واحد 3000 جنيه بس في الشهر. انت بيطلع من جيبك 30000 جنيه كل شهر. انت في البيزنس ده بتبدا اعلى باقه فيه ب 30000 جنيه، وما بتدفعش تاني ولا مليم. انا لا هقول لك في منتجات، ولا هقول لك هتحاسب في المخازن، ولا هقول لك هتحاسب على الاداره. عندك اداره بتدير الكلام ده كله بدون تدخل منك. واصله؟ كل اللي عليك انك تسوق وتعمل عمولات. حتى طريقه التسويق مش سايبها لك، لان انا لو سبتها لك هيبقى في مشكله. هيبقى عندي نوعيه، هيبقى عندي اغلبيه بتبدا البيزنس ده مش بتنجح، وده مش بيحصل. الاغلبيه اللي بتبدا البيزنس ده بتعمل فلوس محترمه جدا، لان انا عندي سيستم. تمام. السيستم اللي عندي ده قادر انه يعلم الدكتور ويعلم المهندس ويعلم النقاش ويعلم النجار ويعلم ست البيت اللي عندها اولاد اللي قاعده في البيت. قادر يعلم الطالب اللي بيدرس. كل فئات المجتمع، احنا في فيجور عندنا كل طبقات المجتمع اللي ممكن تتخيلها. واصله؟ تمام. انا خدت المتجر الالكتروني اللي انا عملته ده وقلت للشاب: انت بدل ما كنت هتشتري هدومك من بره، وبدل ما كنت هتصرف على الهدوم، وليكن انت النهارده اقل رقم ممكن تصرفه في السنه كام؟ 5000 جنيه على الهدوم. يعني لو انت اسره مكونه من 4 افراد، انت بتصرف 20000 جنيه هدوم في السنه. صح؟ يعني انا لو سبتك دلوقتي واتكلمنا كمان سنه، هلاقيك صرفت اكتر من 20000 جنيه على الهدوم وما استفدتش اي حاجه. فيجور بتقول لك فكك، تعالى لي، انا عندي المنتج اللي انت نفسك فيه باعلى جوده. مش بس هدي لك المنتج، ومش بس هدي لك الارباح لان انت اشتريت مني باقه او اشتريت مني بالكميه، لا، ده انا هديك جنبها مشروع يكسبك طول العمر. طول العمر. واصله؟ ودي اول نقطه. المنتجات، منتجاتك في البيزنس ده هي راس مالك. فانا ما بقدرش بصراحه ما بقدرش اعتبر ان فيجور هي هي راس مال، لان كده كده منتجاتك هي راس مالك. ما اقدرش اعتبر دولابك هو راس مال. تمام. النقطه الثانيه، السوشيال ميديا. السوشيال ميديا اللي انت طول النهار قاعد عليها. بص، السوشيال ميديا عايز اقول لك النهارده مفيش حد، مفيش بني ادم سواء في مصر او بره مصر ما بقاش جزء من السوشيال ميديا. اما بينفع او اما بيستنفع. تمام. وطبعا اللي بيستنفع قليل جدا، واللي بينفع كتير جدا. انت قاعد طول النهار على السوشيال ميديا تتفرج على فرحة ميسي بالكاس بتاع كاس العالم. بتتفرج طول النهار عن مشكلة مش عارفة شيرين وحسام حبيب تمام. بتتفرج على ويجز، بتتفرج على اي حاجة. الناس دي بتعمل من وراك فلوس كتيرة جدا. تمام. عمرك استغليت السوشيال ميديا بتاعتك في حاجة تدخلك فلوس او تدخلك ارباح او تعمل لك انجاز، او انها تساعدك ان انت تتعلم حاجة جديدة؟ ما بيحصلش. احنا في فيجور بنتعلم ازاي نخلي السوشيال ميديا بتاعتنا تعمل لنا فلوس. واصله؟ طول عمرنا بنستخدم، طول النهار بنستخدم فيسبوك وانستجرام والحاجات دي كلها، ما بنعملش بيها اي حاجه. احنا في فيجور بنقدر نستغل السوشيال ميديا في ان احنا نعمل منها ارباح محترمه جدا. واصله؟ طول عمرنا بنشتري هدوم. عمرنا ما لقينا مكان قال لك تعالى انت اشتريت مني كميه، فانا النهارده هخليك شريكي، هتكسب زيك زي ما تحصلش. فيجور بتعمل معاك ده. تمام. السوشيال ميديا اللي انت بتستخدمها طول النهار بدون اي جدوى، فقط بتخلي الناس التانية تستفاد منك وبتعمل من وراك فلوس كتيرة جدا. احنا بنقدر نستغل السوشيال ميديا في ان هي تعمل لنا فلوس. تمام. النقطة الثالثة، وقت الفراغ. وقت الفراغ، مين فينا النهارده مهما كان مشغول؟ انا في عز شغلي جوه العيادات كان بيبقى عندي وقت فراغ كتير جدا. تمام. فيجور مش مشروع انت محتاج تنزل كل يوم ببدنك او بجسمك انك تفضل
تراقبه وتتابعه وتبقى موجود انت فاهمني؟ انت تقدر تشتغل من وانت قاعد في بيتك، لان شغلك كله من على تليفونك. تمام؟ تليفونك اللي انت بالفعل تقريبا بتفضل ماسكه في ال 24 ساعه مثلا سكه 10 ساعات. واصله؟ تمام؟ شغلك كله من على تليفونك. وقت الفراغ بتاعك تقدر تشتغل البيزنس ده جنب شغلك، تقدر تشتغل البيزنس ده كدخل اضافي ليك. واصله؟ انا بدات البيزنس ده وانا كنت بشتغل، حرفيا كنت ببقى واقف جوه عيادتي وفي نفس الوقت شغال البيزنس عادي جدا. تمام؟ الفكره في فيجور مش بس في الثلاث حاجات دول، اهم نقطه فيهم ودي اكتر نقطه تقريبا بتخسرنا فلوس كتيره جدا. يعني النقطه دي مش بس بتخسرنا ارقام عبيطه، لا لا لا، فعلا الارقام كبيره لدرجه تخوف. تمام؟ ومش عايز ادخلك في ارقام او عايز ادخلك في احصائيات، بس حاجه اسمها الدعايه الشفهيه. يعني ايه الدعايه الشفهيه؟ يعني انت النهارده احمد، ازيك يا احمد، عامل ايه يا احمد، إيه الاخبار؟ تحفه جدا يا احمد، البليزر اللي انت لابسه ده جايبه منين؟ جايبه من المحل الفلاني. تمام؟ انا عندي مناسبه عايز اجيب بليزر، بروح للمحل اللي احمد قال لي عليه. تمام؟ صاحب المحل بيكلم احمد بيقول له احمد، النهارده في راجل طيب كده جه اشترى من عندي، الراجل ده جاي تبعك وانا هدي لك عموله. ما بيحصلش. كام كافيه صحابك دخلوه بسببك؟ كام محل اكل الناس يعني كانت بتروح لمجرد ان انت شكرت فيه؟ كام محل هدوم الناس اشترت من وراه بسبب الكلمه الحلوه اللي انت قلتها؟ دي حاجه اسمها الدعايه الشفهيه. واصله؟ بدل ما كنت انت بتعملها بره طول عمرك وهتفضل تعملها. الاربع حاجات اللي انا اتكلمت فيهم دول اربع حاجات انت بتعملهم وهتفضل تعملهم طول عمرك. تمام؟ بدل ما كنت الاربع حاجات دول بتعملهم بدون ما تعمل من وراه فلوس، انا في فيجور بستغل الحاجات دي وبعمل من وراها فلوس محترمه جدا. واصله؟ وده قيمه فيجور. مش بس ان هو مشروع مفيش مقارنه ما بينه وما بين اي مشروع تاني النهارده. انت بتتكلم النهارده ان انت التوك توك النهارده تقريبا ب 100000 جنيه. التوك توك النهارده داخل على 100000 جنيه. واصله؟ يعني انا اعلى باقه، سوري، اعلى باقه عندي في البيزنس مش مكمله نص توك توك. فانت كراس مال مفيش، لان حتى الفلوس اللي انت بتدفعها ما اقدرش اعتبرها راس مال. لان زي ما قلت لك لو انت ما بداتش البيزنس ده النهارده وتقابلنا كمان سنتين ثلاثه هلاقيك صرفت اكتر من ال 30000 جنيه على الهدوم وما استفدتش اي حاجه. واصله؟ تمام؟ انا انبسطت جدا معاكم يا شباب، واتمنى بجد كنت يعني طلعت اللايف بدري شويه. تمام؟ لكن ان شاء الله خير باذن الله، اعوضكم ان شاء الله الثلاث الجاي. حد عنده اي سؤال؟ في حد سأل سؤال؟ بالظبط. شكرا جدا لكم يا شباب، انا اتشرفت جدا بيكم، وان شاء الله باذن الله ميعادنا باذن الله كل ثلاث ان شاء الله. طبعا في لايفات كتيره كده بتبقى في النص صغيره، بتبقى اجابات اسئله، او حد طبعا بيبقى سالني سؤال بيبقى اكتر سؤال متكرر معايا في الاسبوع. ان شاء الله يا رب اشوفكم كلكم يا رب ناجحين، وباذن الله سنه 2023 تبقى اجمل سنه علينا كلنا. السلام عليكم.